بقولك ايه؟ كل حاجة البني آدم عملها فيك هتترد له. فما تزعلش، ما تبقاش قاعد حزين ومتضايق ان انت اتظلمت او انجرحت او الناس جت عليك. معلش، في رب كبير هو اللي بيرد الحقوق وهو اللي بيبين كل حاجة. ما تزعلش على نفسك. يمكن انت بتبان في البداية انك الشخص الخسران، وانك انت الشخص اللي الناس كلها جت عليه ووجعته، لكن صدقني هيجي وقت وحقك هيتردلك من صاحب الحق، لان هو مش بيرضى بالظلم. وفي اللحظة دي بس انت حتى لو كنت باين بينك وبين نفسك خسران، فانت هتبقى كسبان. كسبان نفسك، وكسبان احترامك لنفسك، كسبان كرامتك، كسبان محبة الناس ليك. مش كل خسارة بتبقى في الحقيقة خسارة. في ناس بنخسرهم، مخسرهم مكسب لينا، لان احنا بنبقى عرفنا حقيقتهم وظهروا، ووقعت الأقنعة اللي كانت مخليانا نغليهم في عينينا، وكنا احنا اللي بنديهم قيمة وبنديهم محبة ما يستاهلوهاش. فاوعى تزعل على اي ظلم وقع عليك. افرح وانبسط، لان حقك هيجيلك هيجيلك حتى لو بعد حين.